السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة هدى سويت. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. أول حاجة كده وقبل ما نعمل أي حاجة، انزلي يا حبيبة قلبي صلي على النبي في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام، وحطي لي اللايك عشان انت بتتفرجي على الفيديو وبتنسي تحطي اللايك. معانا هنا الصينية الوسط المستطيلة، بنحط لها 500 جرام دقيق سبونج ونص كوباية مية ومعلقة صغيرة محسن جل، ونحطهم في العجان. وبعد كده بنقسم المقدار، نحط نص المقدار في الصينية والنص التاني بنحط عليه معلقتين كاكاو، وبعد كده بنحطه في بقية الصينية زي ما انتوا شايفين بتطلع بالشكل ده. اهم حاجة انخلي الكاكاو بتاعك عشان خاطر ما يكتلش. هنجيب هنا القاعدة اللي هنشتغل عليها، القاعدة دي 30 في 30. الصينية دي بتاخد لها حوالي كوباية ونص كريمة. كتير قوي بيسألوني انت بتستخدمي كريمة ايه؟ انا بستخدم كريمة الفا، سعرها حلو وكمان بتبقى حلوة في الصيف وفي الشتاء. يعني انا بجيب الشكارة بتبقى 10 كيلو، بجيبها ب2200 جنيه او 2150 حسب المنطقة اللي انت فيها. بس هي حلوة بصراحة، يعني من ساعة ما اشتغلت وانا بستخدمها، حلوة وقوامها كويس وطعمها كمان حلو وسعرها كمان حلو، بالنسبة لان احنا هنا شغلنا برضو سعره على قده، لان احنا في ارياف يعني ما بنغليش الاسعار قوي. حطينا هنا قطعة كريمة كده قبل ما تحطي اول طبقة معانا عشان خاطر ما تتزحلقش منك وانت شغالة، او ما تتزحلقش من اللي هيشيل التورتة او وهو رايح بيها يعني من مكان لمكان. يعني زي ما احنا شايفين كده انا بشتغل بكريمة بيضة عادي خالص، بحط الكاكاو في الاسبونج وبعد كده بشتغل بالكريمة البيضة، مفيش اي مشكلة. المهم بس بعمل علامة لو انا هشتغل التورته دي فيها يعني هشتغل نص شوكولاته ونص فانيليا، بعمل علامه كده على القاعده بتاعتي مكان الشوكولاته عشان خاطر احط عليها تزيين الشوكولاته. حطينا معانا هنا دي كده كانت تاني طبقه معانا. ودي كده تالت طبقه. هنبتدي بقى هنقطع كده، لو الحتت لو في زياده ولا حاجه قطعيها علشان خاطر يبقى التجليس سهل عليكم وما تاخدش كميه كريمه كتير. هبتدي هنا اجيب كده طبق واقطع عليه اللي هو الجوانب بتاع التورته بتاعتي عشان خاطر اعرف اجلسها. بس كده ابتدي بقى اجلس التورته بتاعتي زي ما انتم متعودين معايا. انا بحط كميه كريمه كده فوق التورته بتاعتي وبعد كده بجيب الاسباتولا وانزل كده على جوانب التورته وبجلسها. انت ممكن تجيبي تحطي كيس تحطي الكريمه بتاعتك في كيس وتمشي كده حوالين التورته بتاعتك، بتطلع حلوه برضو وزي الفل. انا كنت الاول بشتغل كده وبعد كده ايدي اتعودت على الطريقة دي، فحسب طبعا ما ايدك تتعود وحسب ما انت ترتاحي لطريقة التجليس، كل واحد ليه طريقته في التجليس. انا هنا بعلم علامة على المكان بتاع الشوكولاتة. بس في الاخر انا هعمل التورتة دي هعملها ابيض من بره، هحط بس عليها نوتيلا بيضة. ودلوقتي هنشوف كل حاجة شكلها يبقى حلو قوي. اليومين دول الجو حار طبعا، الكريمة زي ما قلنا قبل كده ما بتاخدش سوائل كتير، يعني كوباية كريمة تحطي عليها كوباية مية، وتحاولي برضو تسرعي ايدك في الشغل عشان خاطر الكريمة ما تسيحش منك، لان فعلا الجو حار جدا والكريمة بقت تسيح. لما بكون التورته كبيرة كده بتاخد وقت شوية في الشغل، فانت حاولي يا حبيبة قلبي سرعي ايدك عشان خاطر الكريمة ما تسيحش منك وتغلبك، لان هي الكريمة لما بتسيح بتاخد التورته بتاخد كمية كريمة اكتر. انما لما الكريمه بتبقى متماسكه ما بتاخدش كميه كريمه كتير، بتاخد المقدار بتاعها بس. لكن لما الكريمه بتسيح انت ما بتبقيش عارفه تشتغلي وبتاخد منك كميه كريمه اكتر، فحاولي ان انت تسرعي ايدك شويه. في ناس بتقول ان احنا ممكن نجيب طبق كبير ونحط فيه تلج ونحطه تحت العجان. انا عايزه اجربها بصراحه الطريقه دي، يعني اجيب طبق كبير واحط فيه تلج واحطه تحت العجان عشان خاطر الكريمه بتاعتي تفضل محتفظه بقوامها شويه. انا هجرب كده الطريقه دي كده واقول لكم
عاملة ايه. في ناس قالت عليها انها كويسة، يعني هنجربها كده ونشوف. كده خلصنا التجليس بتاعنا وحطينا التورتة بتاعتنا في التلاجة شوية. وبعد كده هجيب معايا هنا صاحبة الاوردر دي، كانت شافت التورتة عندي وكنت عاملاها على جروب، هي بينك في ابيض. هي قالت لي هو ولد فمش هينفع طبعا ان احنا نحط الوردات بينك او التورته تبقى بينك في ابيض. فقالت لي انا عايزاها تبقى نفس الشكل، بس بدل البينك اعمليه شوكولاته، يعني اعملي الكريمه شوكولاته. فطبعا احنا زي ما الزبون بيطلب احنا بنعمل. فهنا جبت في الكيس بتاع اللي هو التلاجة ده، حطيت فيه، عملت كريمه بالشوكولاته عادي بالكاكاو، وحطيت نص التورته كده من تحت. طبعا حطيت الكريمه في كيس عشان اعرف اشتغل كويس، ومشيت كده على التورته من تحت، عملت لحد نصها بكريمه الشوكولاته. وبعد كده فوق هتبقى كريمه بيضه عادي. هنجيب كده الاسباتولا بتاعتنا، وبعد كده هنمشي عليها بالسكرابر المشرشر، هنعمل شكل كده زجزاج، بس كان شكله حلو قوي بصراحه. انا عملت الفكره دي قبل كده، بس مش عارفه اذا كنت عملتها على القناه ولا لا. زجزاج كده بيدي شكل حلو. وبعد كده هنبتدي بقى نعمل الوردات اللي احنا هنعملها فوق. هجيب 2 كيس حلواني، واحد هحط فيه كريمة بيضة والتاني هحط فيه الكريمة اللي هي كريمة الشوكولاتة او اللي حطينا عليها كاكاو. واحد اللي هو تب الوردة المقفولة، والتاني تب الوردة الملوية، هي اسمها كده الوردة الملوية. وهبتدي هشتغل بيه، 2 بيدوا شكل قريب من بعض خالص، يعني ما تعرفيش تفرقي بينهم. هبتدي كده اشتغل. نضفي القاعدة بتاعتك كويس عشان خاطر شكلها ما يبقاش وحش. هجيب كده هعمل في الاربع اركان بتاعه التورته، وبعد كده هحط الكريمه البيضاء عشان خاطر يبقى الشكل متناسق، يعني احاول اظبط الدنيا عشان خاطر يبقى الشكل متناسق، ما اعملش هباء كده او من غير تنظيم، يعني عشان خاطر التورته يبقى شكلها حلو. هتبقى ورده بيضاء جنبها ورده شوكولاته زي ما احنا شايفين كده. كان شكلها حلو قوي والحمد لله عجبت صاحبتها جدا. هي نفس الفكرة دي انا عاملاها قبل كده، بس بدل ما انا حطيت وردة اللي هي بكريمة الشوكولاتة دي كانت بينك. هبتدي بقى هعمل كده في 3 اجناب كده، كام وردة كده. هو انا كنت المفروض اعمل في جنبين بس انا ايديا سرحت، رحت عاملة في 3 جوانب وسبت جنب. هبتدي هنا اجيب النوتيلا البيضة بتاعتي. النوتيلا طبعا بنفكها بزيت، كده كده احنا في الصيف بتبقى سايحة لوحديها من الحر، بس انت بتحطي لها بس معلقتين زيت كده عشان تعرفي تشتغلي بيها. واحطها في التلاجة شوية. بعد ما افرد النوتيلا بتاعتي احطها في التلاجة وارجع تاني اجيبها عشان اكتب عليها اللي هي عايزة تكتبه. شكلها جميل قوي، يعني على الطبيعة كمان احلى من كده كتير. قولولي يا حبايب قلبي رأيكم كده في الكومنتات، شكلها حلو ولا لا. كده بعد ما قعدت في التلاجة شوية، انا كنت محتارة بصراحة اكتب بايه، يعني اكتب بالكريمة اللي هي بتاع الشوكولاتة دي ولا اكتب بايه، بس بصراحة لقيت احسن حاجة ان انا اكتب بجناش الشوكولاتة عشان ينطق كده في التورته ويخلي شكلها حلو. هنكتب هابي بيرث داي. حطيت الاول الجناش في التب اللي هو بتاع الكتابة عشان اكتب بيه، بصراحة ما ظبطش معايا خالص، يعني كان بينزل كمية جناش كتير وما كانش حلو. رحت في الاخر حطيتها زي ما انا متعودة اعمل في كيس كده اللي هم بتوع السبوع، وكتبت بيه زي ما انتم شايفين احلى كتير من التب التاني، شكله حلو قوي.
تحس كده ان التورته دي شكل التورت بتاعت الاجانب. بصراحه شكلها كان تحفه، والفينش بتاعها كان حلو قوي الحمد لله. كده خلاص كتبنا هابي بيرث داي. هنكتب بقى اسم الولد. طبعا انت لو خطك مش حلو او مش بتحبي تكتبي، بتجيبي اللي هو المولد اللي هو فيه الحروف، وتسيحي شوكولاته سواء بيضة او بني، وتحطيها في المولد وتكتبي. بيديكي كمان يعني نتيجة احلى من كده كتير. يعني المولد بيدي نتيجة احلى من كده. بس انا بصراحة بستسهل الكتابة بالايد عشان ببقى عايزة اخلص يعني. لكن المولد السيليكون احلى كتير، بيديكي نتيجة احلى كتير من الكتابة بالايد. وفي ناس بتحب على فكرة الكتابة بالايد، وفي ناس بتطلب كده ان انت تكتبي بالايد. وحطيت هنا على الورد بتاعي جناش شوكولاتة. وكده خلاص تبقى التورته بتاعتنا خلصت. هنرش بس شوية سبرينكل كده. هو سبرينكل ابيض عملناه بالدست اللؤلؤي. من ساعة ما جبت الدست اللؤلؤي ده انا لسه جايباه اصلا من قريب، وانا بشتغل بيه كتير وبعمل بيه حاجات كتير. شكله بيبقى حلو قوي بالذات في التورت البناتي. دي كده كانت تاني تورته معانا في الصينية اللي هي مقاس 22. بتاخد 350 جرام دقيق سبونج، 4 بيضات، نص تلت كوباية مية، ومعلقة صغيرة محسن جل، وتحطيهم في العجان لحد ما يديكي قوام زي قوام الكريم شانتيه. وبعد كده بتقسمي المقدار بالنص زي ما بنعمل على طول. التورته دي هتبقى تورته بابجي او لعبة بابجي. يعني انا كنت عملتها قبل كده على الجروب، وبرضو صاحبة الاوردر بعتت لي الصورة قالت لي انا عايزة التورته دي. طبعا عشان احنا هنحط طبارات من بره، فلازم نحشي التورته بتاعتنا من جوه. حطينا جيلو فراولة وجيلو مانجا وجناش شوكولاتة، وهنحط نوتيلا. حطي بقى الحشوات اللي انت عايزاها، او لو صاحبة التورته طالبة حشوات معينة اعمليها. هنحط معانا اخر طبقة. وهنبتدي نجلس التورته بتاعتنا. التجليس سهل خالص يا حبايب قلبي، بالراحة بس خالص. ما تستعجليش، واحدة واحدة كده. ومع الممارسة والشغل ايديك هتمشي وهتبقى زي الفل. ما تزهقيش ولا تيأسي، وان طلعت مرة مش مظبوطة هتطلع مرة مظبوطة، مش مشكلة خالص. التزيين بيداري. اهم حاجة برضو انتي واحدة واحدة، يعني ظبطي ايدك واحدة واحدة. ما تستعجليش. هنا لو في حتة عايزة كريمة بنحط لها طبعا. بتعيدي مرة واتنين وتلاتة. عملنا بالسكرابر العادي ده عشان خاطر احنا هنحط طبارات، ولسه هنعمل كريمة خضرا ونحطها بالسباتولا بتاعتي كده. ممكن تعملي انت بأي حاجة تاني. وبخش كده من جوه من بره لجوه لحد كده نص التورته، وبعد كده بظبطها من النص. وبرضه لو مغلباني بسيح قصدي بسخن الاسباتولا بتاعتي كده على النار وامشي بيها. بس هي بصراحه مشيت معايا. جبت هنا طبعا بعد ما حطيتها في التلاجة شويه، عملت كريمه باللون الاخضر. شكلها كان تحفه بصراحه، شكلها كان حلو قوي. هبتدي بقى انا اقص الطبارات بتاعت بابجي. رصيها بقى زي ما انت عايزه. كان حد سألني انت بتعملي الصور دي ازاي. انت بتخشي كده على جوجل وتكتبي بنترست، تطبيق بنترست، بيجيلك التطبيق، وتكتبي في البحث بقى. اكتبي الطبارات اللي انت عايزاها، اي طبارات بقى انت عايزاها بتجيلك. وبتقومي دايسه تنزيل الصوره، بتنزل عندك على اللي هو الاستوديو بتاع الصور. بتنزل عندك، وبعد كده بتاخديها سكرين شوت وتبعتيها للمكتبه تعملها لك. زي ما احنا شايفين كده. بعد ما رصيت الصور حسيت كده ان بابجي محتاجة حاجة، فرحت عملت بسكوت اوريو، كسرته كده بس ما نعمتوش قوي يعني، ورحت رشه فوق التورته فوق زي ما انتوا شايفين كده، كأنها ارض زي ما بنشوف في لعبة بابجي بالظبط. وهنا الشوكولاتة دي انا كنت كاتبة عليها مبروك النجاح زي ما صاحبتها طلبت. كان شكلها حلو قوي. وصاحبة التورته لما خدتها قالت لي والله حطيناها في التلاجة، كل شويه نفتح نتفرج عليها، وكانوا مبسوطين بشكلها قوي.
لدرجة انهم ما كانوش عايزين يقطعوها وياكلوها. وكده التورته بتاعتنا خلصت والفيديو بتاعنا خلص. مع الف سلامة حبايب قلبي.